الوساوس تتجلى في القلوب من ضعف الذكر وقلة اليقين وسوء الأدب وعدم قيام الليل وعدم الحفاظ على الصلوات في مواعيدها. هذه كلها نباتات الشيطان في أرضك. منين؟ لأنك مش موالي الأرض كويس، مش عارف حرسك كويس، ما بتمرش على زرعك تشوف النبت الشيطاني وتقتلعه بسرعة، وسايب نفسك لنفسك، فخلاص الأرض بارت يسكنها الشيطان. الشيطان مهمته يفسد علي لذة العبادة. أنا رحت طلعت 100 جنيه لواحد فقير عطار، بعد ما امشي يقول لي لا مش مقبولة، لا ده أنت مش مقبول، لا ده الموضوع ده رياء، ده يخلينا أحس إنه ذنب أكتر من كونه طاعة. مش عملت. هقول لك بقى على حاجة، وقت نية أن أعطي هذا العمل كانت خالصة ولا لا؟ قبل الحركة ساعة نويت كانت لله ولا للناس؟ لله. وانا رايح اديها له بقى نفسي بدأ الشيطان يكلمني، لا ده رياء، يا سلام ده بيبصوا عليك، ده بيقولوا عليك كريم، ولا تتلفت، اتقبلت خلاص. ليه؟ لان لما الست جوزها مات صوتت، جه بعد كده ذكروها بالله قالت خلاص صبرت، قال لا يا حلوه، ما هو انما الصبر عند الصدمه الاولى. يبقى برضو النية عند الايه؟ عند بداية الفعل. انا ساعة ايدي ما اتحركت كنت عايز ايه؟ كنت عايز اسعد الراجل ده لله، خلاص. بعد بقى وانا الحركة بقى في اثناء طلوع ايدي ورجوع ايدي دخل 50,000 شيطان يحاربوني بقى في جواي، يقولوا لي ايه يا عم ده رياء. قول له رياء ما تشغلش بالك انت، وتقول الدعاء ده: اللهم إني أعوذ بك من عمل أردت به وجهك وخالطني فيه ما ليس لك فيه رضا. سورة الكافرون تكفر الرياء، اقرأ سورة الكافرون. سورة الإخلاص تكفر الرياء. الدعاء قلنا قبل كده نقول ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قوله الصبح 3 مرات وما يهمكش بقى، اعمل كل اللي انت عايزه. عارف كمان من الحاجات اللي تكفر الرياء الصلاة على سيدنا النبي. قال لك لأن الصلاة على النبي مقبولة من أهل الرياء. عارف لو عملتها رياء المدح مقبول من المرائي. إزاي؟ قال لأن الرسول أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يبقى أي ما تعمل حاجة صلي على النبي وانت رايح، وصلي على النبي وانت ايه؟ وانت راجع. ما بينهما مجبور بالصلاة على رسول الله. الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني النبي إيمانه يكفل نفسه ويكفلنا احنا كمان. وهو أذن ايه؟ يعني أذن خير يؤمن على ما تدعي فتتحول الدعوة إلى حقيقة. إذا عملت عمل يرتبط بحضرة النبي وأنت تدعيه ظاهرا يجعل الظاهر والباطن يتفقان إذا استمعوا النبي. فهمت بقى؟ فيبقى المكسر من الصلاة على النبي الله يعالج إيمانه ويعالج نفاقه. يبقى في باب الشيطان ومش عايزين الوساوس دي.